مرحبا يا أصدقاء، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى استعداد لسماع قصة جديدة ومثيرة. اليوم عندي لكم قصة مثيرة ومشوقة عن شخصية من التراث الشعبي المصري اسمها أمنة الغولة. هذه الشخصية لها مكانة خاصة في قلوب المصريين حيث تروى قصصها منذ أجيال. تخيلوا معي، أمنة الغولة دي شخصية كبيرة جدا، شكلها مش لطيف أبدا بل مرعب ومخيف. عيونها واسعة وفمها مليان أسنان حادة تجعل كل من يراها يشعر بالرعب. يقال إنها بتتجول في الأماكن البعيدة تبحث عن حد تاكله. الأماكن المظلمة والغابات الكثيفة هي مملكتها، حيث تختبئ وتنتظر ضحاياها. وعلشان كده الناس بيستخدموها عشان يخوفوا الأطفال الصغيرين ويمنعوهم من اللعب في الأماكن المظلمة أو الغابات. الأطفال كانوا دائماً يخافون من أمنة الغولة ويبتعدون عن الأماكن الخطرة. في القصص الشعبية، أمنة الغولة رمز للشر والخوف. هي تجسيد لكل ما هو مخيف وغير معروف. بيحكوا إنها بتقدر تخطف الأطفال وتخوفهم وتأخذهم إلى عالمها المظلم حيث لا يعودون أبداً. وفي بعض القصص بيقولوا إنها ممكن تحول الناس لأشياء تانية أو تأخذها لعالمها المظلم المرعب. تخيلوا أن تتحول إلى حجر أو شجرة بسبب سحرها الشرير. لكن ما تقلقوش، الأطفال الشجعان والأذكياء بينجوا دائماً في نهاية القصة. بفضل شجاعتهم وذكائهم يتمكنون من التغلب على أمن الغولة والعودة إلى منازلهم بأمان. زي أغلب القصص الشعبية، قصة أمنة الغولة هدفها إنها توجه الأطفال وتحذرهم من المخاطر. هذه القصص تحمل في طياتها دروساً قيمة عن الشجاعة والحذر، فمن خلال تخويف الأطفال بحكايات أمنة الغولة بيتشجعوا على الالتزام بالتعليمات وعدم الذهاب لأماكن خطيرة أو عمل تصرفات مش آمنة. هذه القصص كانت وسيلة فعالة لتعليم الأطفال الحذر والالتزام. أمنة الغولة دي جزء من تراثنا الثقافي الغني اللي بيعبر عن مخاوف ورغبات المجتمعات الشعبية. هي رمز للقصص التي تجمع بين الخيال والواقع وتعلمنا دروساً مهمة. وفي النهاية لازم نتذكر إن القصص دي بتتحكى للتسلية والتعليم. شكراً لكم على الاستماع. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالقصة وتعلمتم شيئاً جديداً. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كل قصة جديدة تحمل معها مغامرة جديدة. لحد المرة الجاية مع قصة جديدة. إلى اللقاء يا أصدقاء، وأبقوا آمنين.